ولا اخفيكم سرا يعني انا كنت شعلة حماس وعايز اكل الكتب اكل في اول السنه. قلت يا انا يا انت يا سؤال وهحلك يعني هحلك. لكن حصل حاجه كانت هتضيع تعبي طول السنه في اليومين دول. ترى بعد ده كله تعبي هيتكلل ولا مش هتوفى؟ وقعدت ادور على درجتي وفجاه انا عبد الرحمن وليد طالب اولى طب جامعه المنوفيه ودفعه 2024 ثانويه عامه. وكانت ثانويتي العامه السنه اللي فاتت مش الثانويه العامه اللي حصل فيها حاجه واو او خارقه للطبيعه غيرت حياتي مره واحده، ولكن عشان تبقى عارف لو حد حصل معاه حاجه خارقه للطبيعه غيرت حياته مره واحده فده بيبقى طالب من وسط 100,000 طالب مثلا، يعني المعظم بيبقى زي حالتي ومفيش حاجه مميزه بتبقى حصلت لي، بس كله بيتعلق بيهم النتيجه واللي حصل فيه سواء فرح او زعل. لكن قعدت مع نفسي وركزت شويه وشفت شويه تفاصيل صغيره يمكن كانت سبب ان ربنا يوفقني وان انا اوصل لحلمي، وعشان كده انا هجيب القصه من الاول. أنا طول عمري كنت طالب متفوق دراسيا ومجتهد، يعني طول عمري من الأوائل سواء ابتدائي أو إعدادي أو حتى الثانوي كانت درجاتي فيه كويسة جدا، ما عدا تانية ثانوي اللي درجاتي نزلت فيها شوية، بس في العموم طالب متفوق وكل مدرسيني يشهدوا بكده. بس أنا مش جاي أتفاخر بالكلام ده تمهيد للي جاي بعد كده. اللي جاي بعد كده ان انا بقيت ثانويه عامه والعيله كلها بتقول لي يا دكتور، وحتى مدرسيني بقى بيقولوا لي يا دكتور برضه. واكيد كتير منكم دلوقتي بيقول ده اكيد كان ضغط كبير عليك، ولكن المفاجاه ان ده ما اثرش عليا اطلاقا ولا كان في دماغي. بس ده مش بسبب ان انا كنت جامد جدا ولا حاجه، ده عشان انا ما كنتش حاطط كليه معينه وانا داخل السنه. انا داخل السنه علشان اجيب مجموع يرضيني ويرضي اهلي اللي بيتعبوا معايا ويخليني اخش اي كليه انا عايزها وما يحرمنيش من كليه انا عايز اختارها. وطبعا قبل كل ده ان انا اعمل اللي عليا قدام ربنا، عشان لما تسال ضيعت وقتك في ايه ارد واقول يا رب كنت بذاكر وبعمل واجب وقتي ساعتها. وده اول درس في الرحله بتاعتك، وهي انك ما تحطش كليه قدام عينك وهي يا اما بلاش، ان ده هيسبب لك احباط كبير في الحياه لو الكليه دي ما جاتش يوم النتيجه والتنسيق اللي جاي الكلام عنهم بالتفصيل قدام ان شاء الله. بدأت الدروس زي أي طالب في بداية شهر 8، وكان أول درس فيزياء الساعة 8 الصبح عند مستر وليد صابر. كان أول درس بدري كده في الميعاد في الثانوية العامة من فترة كبيرة بالنسبة لي، تقريبا من أولى ثانوي ما خدتش دروس بدري قوي كده، ولكن ده خلاني أخش السنة متحمس جدا وحاسس بالمسؤولية وأعمل اللي عليا أكتر وأكتر. ولا اخفيكم سرا يعني انا كنت شعلة حماس وعايز اكل الكتب اكل في اول السنه، لدرجه ان انا في اول السنه كنت رافض ان انا اجيب كتابين في كل ماده، وكنت شايف ان كتاب واحد هيبقى لاوي كل الافكار اللي انا هحتاجها، ولكن من كتر الحماس اشتريت كتابين في كل ماده عشان عايز احل اكتر. طبعا ما كانش في حد يوجهني ويقول لي اعمل ايه بالظبط في بدايه السنه ويقول لي ايه الصح وايه الغلط، زي ان انا مثلا بقول لك دلوقتي انك لازم تحل كتابين في الماده مثلا، ولكن الشعله دي كان في ليها عدو لدود كل ما تتوهج اكتر يطفيها. للاسف كانت الفيزياء. الفصل الاول وتوصيل المقاومات كنت واقف قدامه عاجز حرفيا، وكان مسبب لي ازمه كبيره. كنت بروح للمستر بقول له ايه الحل، يقول لي حل كتير حل كتير ومالكش دعوه، ودي فعلا كانت نصيحه مفيده جدا وهنعرف نتيجتها قدام. المهم ان انا عملت تركيبه مفيده جدا، وهي ان انا ما بقتش اقف كتير قدام السؤال اللي مش عارفه في الفصل ده، لانه حرفيا كان السؤال اللي ما بعرفوش في الفصل ده كنت بقف قدامه واحاول فيه يجي 10 دقايق او اكتر كمان، وفي الاخر برضه ما اعرفوش فبيجي لي احباط وبقفل الكتاب وما كملش حل اصلا. ولكن المشكله ان انا عملت الحركه دي متاخر شويه وده خلى عليا حمل نفسي زياده طول السنه، كنت اكيد في غنى عنه لو حد كان فهمني التركات دي من اول السنه. وباقي المواد الحمد لله في الفتره دي ما كانش فيها مشاكل، ويعدي شهر 8 و9 و10 وتنتهي شعله الحماس وتختفي خالص بسبب الروتين، ونحمد ربنا اصلا ان كان في حماس بدايات لحد نص شهر 10. المهم جه شهر 11 وبدات مشاكل جديده خالص تظهر، وهي مشاكل الاحياء. كنت حاسس ان انا مش احسن حاجه في الاحياء ودرجاتي في الشوائب ما كانتش كويسه، والنظام اللي كنت ماشي عليه ما كانش احسن حاجه. قمت في شهر 12 مغير مدرسه الاحياء، ومش هقول انها كانت خطوه فارقه ولكن كانت كويسه الى حد ما، وبدا الموضوع يبقى منظم اكتر بجانب ان انا بدات اهتم بالاحياء. بس خد بالك ان ده حط عليا ضغط اكبر، لان انا بقى دلوقتي عندي مشكلتين لازم احلهم اللي هما الاحياء والفيزياء، لكن انا ما حطيتش في بالي قوي، بل ساعتها كنت بدعي يا رب ان انا اجيب 98% كمان. يعني تخيل في ظل انك عمال تطلع من حفره وتقع في غيرها ومش عارف تجيبها منين ولا منين، بتدعي ربنا من واسع كرمه انه يديك المجموع وتبقى طمعان بالشكل ده. هنا نستفيد تاني استفادة، وهي انك في وقت الازمة برضو ادعي ربك وخلي طموحك عالي انه يديك من واسع كرم، لانه الكريم اللي مفيش حدود لكرم. يعدي شهر 12 ونخش في شهر 1 اللي معروف بشهر الصراع النفسي، ولكن انا المكنه كانت دايره عندي وربنا وفقني ان ما يحصليش اي ظرف يخليني اراكم اي دروس عليا الحمد لله، عشان كده كنت زيرو تراكمات في شهر 1. ده ساعدني لما جيت اطلب اجازه في شهر 1 ان اطلبها بقلب جامد عشان عارف اني محتاجها بجد. رجعت منها لقيت نفسي حاسس اني مش عايز اذاكر شويه، ولكن المكنه دارت تاني، وعرفت قيمه الاجازه دي جدا اخر السنه، خصوصا اني سافرت فيها يوم وده فرق معايا جدا.
يعدي شهر واحد ونخش في شهر اتنين اللي حصل فيه مشكله كبيره جدا، ولكن حصلت حاجه ادتني امل كبير لاخر السنه. المشكله كانت ان العربي كنت متاخر فيه جدا في المنهج، ولظروف خارجه عن ارادتي مش حابب اذكرها دلوقتي الصراحه، ولكن الموضوع اتحل بمرور الوقت الحمد لله. اما الحاجه اللي ادتني امل كبير وهي ان قفلت اول امتحان الكتروني عند مستر فيصل في الانجليزي. مفاجأة بقى وركز هنا كويس ان ده كان الامتحان الوحيد الالكتروني اللي قفلته طول السنة، ولكن الامتحان الوحيد اللي قفلته ده اداني فرحة وامل لحد الامتحانات واخر السنة، خصوصا ان هو جاي على غفلة وان انا ما فضلتش اذاكر له قبلها عشان اقفله مثلا. لا انا حليته زي ما كنت بحل كل امتحان الكتروني عادي جدا، ولكن لقيت نفسي مقفله سبحان الله. عادة كنت بنقص درجتين او ثلاثة، ويوم لما بنقص كتير كنت بنقص 6 و7 درجات، وكان الامتحان بيبقى صعب جدا والمستر بيأكد على كده، ولكن يظل هو امتحان واحد بس اللي قفلته. طبعا في مواقف كتير اثرت عليا بالايجاب خلال السنة، ولكن مجمعها كلها في الاخر عشان ما نكسرش التسلسل الزمني. بس مهم تكمل للاخر صدقني عشان هتستفيد. جه شهر 3 وحل علينا شهر رمضان معاه، شهر البركة حرفيا، الشهر اللي كنت داخله قلقان عشان انا كنت بقول انا بذاكر اصلا قبل رمضان بالعافية ودلوقتي الصيام هيأثر عليا اكيد، ولكن سبحان الله تلاقي كل حاجة بقت تتيسر لوحدها وقعدتك على الكتاب بدأت تزيد تلقائي، وتلاقي اللي كنت بتنجزه في ساعة بقى بيتنجز في نص ساعة أو أقل كمان. ولكن لازم ما ننساش أهم حدث حصل بصراحة في رمضان، هو إن أنا بدأت أدون يومياتي. تدوين اليوميات هي عادة لا زالت ملازماني لحد دلوقتي الحمد لله، وشايف أثرها في حياتي كويس قوي، عشان كده نصحتك بيها قبل كده. ما فوتش يوم ما بدونش فيه من آخر رمضان اللي فات عشان حسيت بالفرق بعد ما بدأت تدوين. عموما أنا بدون يومياتي إلكتروني على الموبايل، وأنت كمان ممكن تعمل كده، مش شرط تدون على الورق عشان تبقى بتدون يومياتك. خلص شهر 3 ودخلنا في شهر 4 اللي خلص فيه معظم المناهج تقريبا. اوله خلصت فيه العربي والاحياء، واخر شهر 3 كنت خلصت فيه الجيولوجي، اخر شهر 4 خلصت الفيزياء والكيمياء والانجليزي، وبعد ما خلصتهم اكيد بدات المراجعه النهائيه، المراجعه اللي حرفيا لما تلاقي الدنيا زي ما هتلم ليكم ان شاء الله. حرفيا رجعت على المنهج كله في كل المواد، وان شاء الله هينزل فيديو قريب جدا جدا فيه شرح تفصيلي لكل ماده ازاي رجعتها، وهنزل لكم برده صور جداول المراجعه اللي كنت عاملها على جروب التليجرام ساعتها. كانوا شهر ونص عصيبين جدا، وخصوصا ان واجهت فيهم تحديات كبيره، زي لما جيت احل امتحانات سنين سابقه في الكيمياء لقيت نفسي بنقص درجات مرعبه حرفيا تخلي الواحد يتجنن، وتخلي الواحد يشك في نفسه ويظن ان هو ما كانش بيجتهد، مع انك كنت بتعمل كل اللي عليك عادي جدا. ولكن واجهت التحدي ده باهم حاجه انا بعملها من اول السنه، وهي اني افضل احل على قد ما اقدر لحد ما ابقى احسن. وبالفعل جه شهر 6 وامتحنت المواد اللي بتضافش للمجموع، والحمد لله عدت على خير. وبعدين جه اول امتحان بينضاف للمجموع بجد، العربي بتاريخ 22/6. كانت ليله صعبه شويتين عشان ده كان اول امتحان بينضاف للمجموع فعليا. مع ذلك انا ما كنتش بسهر وبنام الساعه 11 او 11 ونص بالكتير، وكنت بخش انام وانا كل ثقه في ربنا عشان انا تعبت طول السنه بالفعل. المهم خلصت امتحان العربي والحمد لله عدى على خير، ولكن كان رخم شويتين. لكن لما طلعت قعدت اقول حاجه واحده بس، وهي ان الامتحان محتاج اكتر من 3 ساعات. معرفش الصراحه ايه الامتحان اللي ممكن يتحل في اكتر من 3 ساعات ده، ولكن هو كان رخم شويتين وما كانش فيه وقت للمراجعه الصراحه. بعد العربي كان عندنا امتحان الفرنساوي، وهي الماده اللي كانت بتهون على الواحد طول السنه هي والجيولوجيا، لكن حصل حاجه كانت هتضيع تعبي طول السنه في اليومين دول. طلع كلام من الناس ان امتحان العربي اتسرب، وكمان امتحان الفرنساوي اتسرب، وبقيه المواد كذلك. ساعتها نط في ذهني التفكير اللي بينط في دماغ اي حد بيذاكر ومش بيغش في الوقت ده، اللي هو انا بذاكر ليه وبتعب نفسي ليه طالما في ناس كده كده هتجيب درجات اعلى مني بالغش وبالحرام. وهنا بقى الشيطان كان واقف فوق دماغي ومش عايز يسيبها حرفيا، لدرجه ان اول يوم في مراجعه الفرنساوي رجعت من حصه المراجعه مش عايز افتح اي كتاب نهائي، واهلي قعدوا يتحايلوا عليا وقالوا لي قوم يا ابني افتح كتاب واعمل اللي عليك، ان ربك ما بيظلمش حد ومش هيضيع تعبك. وانا ساعتها برضه التفكير السلبي ظل متمكن مني، مع اني متيقن بكل كلمه هم قالوها. كنت واخد قرار بالفعل قبل الامتحانات اني مش هغش من حد ولا هغشش حد عشان اجيب مجموع بمجهودي بنسبه 100%، وعشان ربنا يبارك لي في بقيه حياتي. وبالفعل ما غشيتش حرف في العربي ولا في المواد اللي ما بتنضافش للمجموع حتى. وشويه شويه بدات اعافر، وقمت دعيت وصليت ركعتين لله وبدات اذاكر، وسلمت الامر لله، وقلت لو الامتحان اتسرب لمصر كلها ولو اتعرض عليا انا مش هشوفه. في الفترة دي كان النور بيقطع يوميا في مصر من 2 ل3، وفي بعض الأماكن كان بيقطع فيها أكتر من كده، ما احنا دفعة تخفيف الأحمال بقى. وسبحان الله ليلة امتحان الفرنساوي النور قطع من بعد المغرب لحد الساعة 11 تقريبا، اضطريت إن أنا أقعد أذاكر في الضلمة والحر بتاع الصيف اللي بيخليك مش عارف تركز أصلا. وسبحان الله تاني يوم يجي الامتحان كويس وجميل وراجع مع ميسي والجزار، ولاقي نفسي حالل كويس قوي. وكمان فوق كل ده قال ان الامتحان ما اتسربش ومحدش يتكلم عن اي تسريبات. الواحد ساعتها خد كميه طاقه ايجابيه رهيبه، وكنت بدعي ساعتها ان ربنا يكملها على خير.
وبعد كده جه امتحان المادة اللي كانت منكدة عليا من أول السنة وهي الفيزياء. رجعت كتير وحليت كتير، ولكن أبرز حاجة حصلت معايا في المراجعة هي إن كنت كل ما أجي أحل شامل في كتاب الامتحان أنقص من 6 ل7 درجات كل امتحان على كده تقريبا، وده كان في ليالي الامتحان، يعني خلاص مفيش وقت وده المستوى اللي هتخش بيه لجنة الامتحان. ولكن قررت ما استسلمش وأحل تاني وتالت وأغلط وأسمع حل الامتحانات دي من اليوتيوب وأشغل دماغي أكتر، وقلت لو ده مستواي فعلا ومقدر ليا ان انا انقص 6 او 7 درجات في امتحان بكره فانا راضي، لان انا مفيش حاجه تاني في ايدي ما عملتهاش يا رب وانت شاهد على كده. سبحان الله، اخش الامتحان احل اسئله صعبه جدا بمنتهى السهوله انا شايفها في وسط اللجنه صعبه جدا. ساعتها ادركت ان دي رحمه ربنا وكرمه. والفكره ان ده ما حصلش في سؤال او اتنين، ده حصل فيها اكتر من 5 اسئله تقريبا. الامتحان ما كانش صعب جدا زي ما الناس قالت، ولكن في اسئله كانت تقيله فعلا وفي اسئله كانت صياغتها غلط. ده اللي خلى الوزاره تلغي كتير من الاسئله من الامتحان وتحسب درجتها لكل الناس، وافتكر النقطه دي عشان هنحتاجها بعدين. انا سمعت كلام عن الغاء الاسئله ده ولكن ما حطيتش اي حاجه في بالي. انا حالي كويس الحمد لله، فمش هيهمني الغاء اسئله من عدمه، لان انا عملت اللي عليا وربنا كرمني الحمد لله. وبعد كده جه الامتحان اللي عدى عليا زي النسمه، ولكن كان تقريبا اخر امتحان سهل في الامتحانات، امتحان الانجليزي. حليت قبل الامتحان مع مستر فيصل كتير جدا، وده خلى الواحد يخش الامتحان مطمن اكتر واكتر. وبالفعل دخلت الامتحان حليت كويس جدا جدا، وكلنا كنا طالعين مختلفين على سؤالين بس، منهم سؤال كان واضح جدا وبالفعل حليته صح، وفي سؤال تاني كان عليه جدل اكبر وللاسف ده اتحسب لي غلط، ولكن الحمد لله. بعد الانجليزي جت الكيمياء، الماده اللي كانت من اكتر المواد اللي كنت بحبها طول السنه وما كنتش بحاول احفظها من كتر ما انا بفهمها، ولكن اللي حصل لي في امتحانات السنين السابقه هز ثقتي في نفسي الصراحه. ولكن انا قررت ان انا اعمل زي ما كنت بعمل في اي ماده، وهو ان انا افضل احل لحد اخر لحظه في المراجعه. دخلت الامتحان عادي جدا، ولكن هتفاجئ ان اول سؤال مش عارف احله، فقمت سايبه وداخل على اللي بعده. خلصت الحل ولكن لقيت ان في 5 اسئله مش عارف احلهم نهائي، والمقال مش متاكد منه كمان. المشكله الاكبر بقى ان بعد ما عدى ساعه ونص، يعني تقريبا بعد ما نص الوقت عدى، حسيت ان دماغي تقلت ومبقتش عارف افكر خالص. تقريبا كده كان داخل عليا دور برد، ولكن ما حطيتش في دماغي وكملت الامتحان. ولكن حصل معايا في الامتحان ده موقف اغرب من الخيال، وده من كرم ربنا عليا. كان في سؤال من ال5 اسئله اللي كنت سايبهم نهائي ومش عارف احلهم بدرجتين، وكمان كان مساله وباب رابع يعني كيمياء كهربيه، يعني هتحلها كلها هتهبدها. ولما دور السؤال ده جه وجيت احله لقيت ان اقصى حاجه عارف اعملها ان اطلع المعطيات، ولكن لما جيت احله في اخر الوقت فضلت اعصر دماغي، ولكن ما كانش فيه فايده، خصوصا ان انا كنت قلت ان انا تعبان ودماغي كانت تقلت مني. ولكن فجاه لقيت اللي جنبي بينده عليا، ولكن انا ما بصيتلوش وفضلت مركز في السؤال عشان مش عايز اغش. لقيته نده عليا تاني فقلت له نعم. قال لي السؤال اللي معاك ده اجابته الف. قلت له يا عم سيبني في حالي، ورجعت احل السؤال تاني وقلت يا انا يا انت يا سؤال وهحلك يعني هحلك. بدأت أطبق شوية قوانين لحد ما المسألة بدأت تتربط ببعضها والنواتج تكون منطقية، وفجأة تطلع الإجابة ألف. قمت بمنتهى البساطة معلم في البابل شيت على الإجابة ألف، وأنا مش هشك في إجابتي اللي طلعت بعد كل التعب ده، خصوصا اللي قاله اللي جنبي في اللجنة، وكمان كان فاضل في الوقت ربع ساعة حرفيا. ولكن الحكمة هنا إن ربنا خلاني ما أجيبش إجابة السؤال في عز زنقتي مش بمجهودي. الموقف ده خلاني أفهم إن أنا ماشي على الطريق الصحيح، وإن ربنا عمره ما هيسيبني طالما أنا بعمل اللي عليا. كمان اداني دافع إن أنا أكمل وما أغشش أي حرف في الامتحانات، وأحافظ على العهد اللي خدته ما بيني وما بين ربي إن أنا مش هغشش حد ولا هغش. بعد الامتحان طلعت متعصب جدا، خصوصا إن أنا كنت هابط كذا سؤال غير السؤال أبو درجتين ده، وكمان لأن التعب بدأ يظهر عليا جامد وتأثير الجهاز السمبثاوي بدأ يقل اللي كان مخليني مركز طول الامتحان. فضلت عافر شويه وما كنتش عايز اروح للدكتور، ولكن بعد المغرب رحت للدكتور عشان الحق الامتحانين اللي فاضلين، والحمد لله ربنا انعم عليا بالشفاء على طول. كان الامتحان اللي عليه الدور هو الجيولوجيا، ودخلت حليت كويس الحمد لله وطلعت منه مبسوط جدا. واتبقت ماده واحده وهي الاحياء، واللي كان قبلها اسبوع كامل للمراجعه، عشان علم الرياضه كانوا بيمتحنوا في النص امتحان زياده عننا. كان اسبوع عناء ما بين شعورين، شعور انك عايز تخلص بقى، وشعور انك عايز تفنش السنه الطويله دي باحسن طريقه ممكنه. ولكن الامتحان ما كانش احسن حاجه كعاده امتحان الاحياء في السنين اللي فاتت، ومعظم الاسئله مش عارفين احنا حلينا صح ولا غلط. كل الناس ساعتها كانت زي حالتي كده، والدرجات لما طلعت اكدت على الكلام ده. درجات الاحياء بهدلت الدفعه كلها تقريبا. ولكن كانت اكتر حاجه مفرحاني بعد ما خلصت امتحانات هي ان انا حافظت على عهدي مع ربنا، واني ما غشيتش ولا سؤال ولا غششت حد. خلصت الامتحانات وسافرت واتفسحت ورجعت الجيم وعملت كل اللي انا عايزه، ولكن جه وقت النتيجه المنتظره. يا ترى بعد ده كله تعب هيتكلل ولا مش هتوفى؟ يوم 5/8 طلع كلام ان النتيجه هتظهر بكره على المواقع، لكن على الساعه 11 بالليل كده وعلى غير المتوقع وفجاه اتسرب ملف اكسل فيه درجات المحافظه كلها، وقعدت ادور على درجتي، وفجاه عبد الرحمن وليد 93.5%. ابويا وامي ساعتها فرحتهم ما كانتش تتوصف وفرحوا جدا، ولكن انا ساعتها فضلت متسمر مكاني مش مصدق نفسي، مش فرحان ومش زعلان. كان في افكار كتيره عماله تحوم في دماغي، هل ده المجموع اللي استحقه فعلا ولا لا؟
لسه في حاجات كتير هتوضح قدام، ولكن اهم حاجه دلوقتي ان احنا نقول الحمد لله. بالفعل عشت ليله سعيده مليانه بمباركات من كل الناس، وتاني يوم بالفعل ظهرت النتيجه على المواقع بالتفصيل والدرجات. العربي ناقص فيه 3 درجات ونص، الفرنساوي الحمد لله مقفله، الفيزياء ناقص فيها 4 درجات، الانجليزي ناقص فيه درجه واحده بس، الكيمياء ناقص فيها 8 درجات، الجيولوجيا ناقص فيها نص درجه، الأحياء ناقص فيها 10 درجات. ودي كانت درجاتي في الثانوية العامة. بالمناسبة أنا بعد كل امتحان كنت براجع حلي مع المدرسين اللي بينزلوا حل الامتحان على اليوتيوب أو الجروبات أو غيره، وبالفعل هي دي الدرجات اللي كنت حاسبها لنفسي ما عدا مادة واحدة بس، الفيزياء اللي ناقص فيها 4 درجات دي كنت حاسب إن أنا هنقص فيها درجتين بس. وقعدت أفكر إن أنا ممكن أعمل تظلم، خصوصا إن الغش زاد في دفعتنا جدا والناس اتعودت على النظام الجديد سواء طلبة أو مدرسين، وأكيد ده هيعلي التنسيق. ولكن فجأة المدرسة تقول تعالوا خدوا شهاداتكم، وبالفعل الاقيها زي ما لقيتها على الموقع بالظبط. وبعدين وانا ماشي من المدرسة الاقي الناس بتقول احنا فتحنا مواقع تاني النهارده ولقينا نازل لنا درجتين زيادة في المجموع. ولكن ساعتها انا ما صدقتش وقلت اكيد دي اشاعات لانها عمرها ما حصلت في التاريخ، وهي بالفعل عمرها ما حصلت، وعشان كده احنا اتسمينا دفعة الفار. رحت البيت وفتحت الموقع ولقيت نفسي زي الدرجتين في الفيزياء بالظبط زي ما كنت متوقع، وبقت درجتي في الثانوية العامة من 93.5% ل 94%. سبحان الله، يومها ابويا قال لي كلمه، قال لي يا ابني افرح، الدرجتين دول هم اللي دخلوك كليه الطب. طبعا انا لسه في حاله من الذهول من ساعه ما النتيجه طلعت ومش عارف افرح ولا ازعل ولا اعمل ايه. وجه التنسيق وكتابه الرغبات وكان اسبوع مليان بالتفكير، خصوصا ان كل الاحتمالات كانت متاحه قدامي، ولكن انا كنت خايف ان مجموع ما يجيبليش طب المنوفيه. ولكن رست في الاخر ان انا اكتب طب المنوفيه الاول، وبعدين احط كل كليات الطب في المحافظات التانيه بعدها، وبعدين احط كل الكليات الطبيه. جه يوم اعلان التنسيق يوم 18/8، اليوم اللي عمري ما هنسى تاريخه ابدا، اليوم اللي فرحت فيه اكتر فرحه فرحتها في حياتي، اليوم اللي حسيت فيه فعلا قد ايه المجهود اللي انا بذلته طول السنه كان يستاهل انه يبذل لاجل لحظه زي دي. قد ايه لما تحط قدامك هدف وتوصل له فعلا هي حاجه لا تقدر بثمن. يومها سجدت سجده شكر لله لما شفت بطاقه الترشيح مكتوب عليها تم ترشيحك لكليه الطب جامعه المنوفيه. ساعتها بجد انا قعدت اتنطط من الفرحه والدنيا ما كانتش سايعاني، والكلمه اللي ما فرقتنيش يومها هي الحمد لله يا رب، الحمد لله. ربنا يكتب لكم الفرحه دي جميعا. بعدها توالت الاحداث بقى في الكليه وانتم عارفينها، ومصور فلوجات كتير على القناه بروحوا شوفوها. بس بجد اللي عايز اركز عليه هي الدروس اللي طلعت بيها من السنه دي وعايز اشاركها معاكم. اول حاجه هي من غير قربك من ربنا عمرك ما هتوصل لحاجه كويسه فعلا في حياتك. تاني حاجه وهي ان برك بوالديك واهلك عموما هيوصلك لحاجه كويسه جدا، خاصه بدعواتهم ليك. انا كنت بذاكر ما بين الدروس عند جدتي والده امي مره وجدتي والده ابويا مره، كانوا لما بيشوفوني بذاكر بيقعدوا يدعوا لي ان ربنا يوفقني. تالت حاجه هي موقف امتحان الكيمياء والسؤال ابو درجتين اللي حكيت لكم عنه، وقد ايه حسسني ان ربنا واقف جنبي ومش هيسيبني واداني دفعه ان انا اكمل في الحياه عموما. رابع حاجه هي مواقف كان ربنا بيبعتها ليا على مدار السنه وبيختبرني فيها، هي تبان حاجات بسيطه ولكن مع اخلاص النيه لله بجد بتفرق معاك. زي مثلا واحد ضرير مره جه قال لي وصلني لمكان معين فاخدته من ايده ووصلته، كنت حاسس ان هو اشاره ورساله من ربنا ليا. وكذلك مره تانية كان عندي درس احياء الساعه 8 الصبح، كنت متاخر على الدرس ده، ولما متاخر على الدرس ده بنقف شويه لحد ما البوابه تتفتح عشان نخش. كانت في ست كبيره كانت عايزه تعدي الشارع في طريقي للسنتر، فوقفت ليها وعديتها الطريق واطمنت عليها، وفي الاخر قامت قالت لي روح يا ابني انت درسك بقى ودعت لي. موقف تاني كان معايا شخص ما اعرفوش في السنتر، ولكن خدت بالي واحنا ماشيين ان محفظته وقعت منه، وجريت وراه لحد ما وصلت له واديت له محفظته واتاكدت انها بتاعته. حقيقي المواقف دي ما بتتنساش ابدا وبتفضل معلمه معاك وتعرفك قد ايه فضل العمل الصالح لما يكون مخلص النيه فيه لله. انت كمان لازم تتصيد وتستغل المواقف دي احسن استغلال عشان ربنا يكرمك بفضلها. خلاص السنه دي معايا انها عمرها ما كانت بشطارتك ومجهودك، هي دايما بكرم ربنا وفضله. لو سالتني وقلت لي هل مجهودك لما بصيت عليه بعد ما خلصت لقيت انه فعلا كان يساوي ان ربنا يكرمك وتخش كليه الطب، هقول لك ان في لحظات كتير خلال السنه كنت بفكر وبقول لنفسي هل المجهود ده كافي ان ربنا يجازيني بالكليه اللي انا عايزها؟ والمناسبه ده الشعور اللي موجود عند كتير منكم في الوقت الحالي، لكن في اغلب الاحيان كان الرد من نفسي بيبقى لا، لان ببساطه في ناس عملت مجهود اضعاف مضاعف من اللي انا عملته وحكيته لكم، ولكن دايما نظل كرم ربنا فوق كل شيء. فاستعن بالله وقرب منه سبحانه وتعالى، وخلي عندك يقين تام ان ربنا هيكرمك من واسع كرمه طول ما انت بتعمل اللي تقدر عليه في اللحظه الحاليه. انا عارف ان الفيديو يمكن يكون طويل شويتين، ولكن انا حكيت القصه كامله وكل الدروس اللي طلعت بيها من السنه دي واستفدت منها، ورب يكون حد فيكم استفاد ولو حاجه بسيطه من الفيديو ده او اثر في اي حد بالايجاب، اداله بصيص امل في ظل توتر وشك وقلق هو عايش فيه حاليا. بس كده انا خلصت، ربنا يوفقكم جميعا الى ما يحب ويرضاه. سلام.